تعالوا أخدكم معايا في يوميات دكتور التغذية لا تدعي المثالية، يعني يوم وجبات واقعية فعلا. الفطار عمري ما فوته إلا لو عاملة صيام متقطع، لازم يكون أساسه بروتين عشان يعلي معدل حرقي ويشبعني ويقلل الرغبة في الحلويات والنشويات، وبحب كمان أضيف له خضار وفاكهة ونشويات بكميات معتدلة. بعدها في حدود 3 ساعات بحس إن أنا عايزة سناك، فباخد مكسرات وبعدها فاكهة وممكن مشروب زي شاي عادي أو شاي أخضر. نيجي بقى للغدا، كان نفسي في رنجة الصراحة، فجبت رنجة مخلية بتبقى قليلة الملح شوية وعرضتها للحرارة وقطعت عليها سلطة وحاولت أرشد استهلاك العيش معاها. وبعد الغدا ب3 ساعات تقريبا بحس ان انا عايزة سناك، فانا نقت مع ولادي تشوكلت وبريتزلز واخدت ثمرة فاكهة، وقبل كل ده اخدت كوباية لبن رايب. العشاء بحبه يبقى خفيف زي زبادي وفاكهة مثلا، وممكن مصدر دهون صحية زي بذور الشيا وبيضة وخضار. وابدا ما تخافش تتعشى لو جعان، وما تنساش معاك ازازة مية في كل حتة. واوعى تهمل في الحركة بتاعتك، حاول ما تقلش عن 5000 خطوة في اليوم. قولي بقى ايه اكتر حاجة عجبتك في اليوم؟